حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استوعدوا استوصفكم فإن تثبت الصفوف من تمام الصلاة. استوصفكم معتدل الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد من السماوات اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عدو ولا يذل فلك الحمد ولك نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر رافض الرحمن وجبر ورزقني واتني الله أكبر الله أكبر التحيات ولك الصلاة السلام عليك يا نبي رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام منك السلام وعليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت ذو الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إلهي ربي ربنا يا معبود سبحان الله سبحان 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 الله الحمد لله 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'du. Pada kesempatan subuh kali ini insyaallah kita akan mendengar beberapa hadis mengenai doa-doa dan zikir yang dianjurkan. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza faza'a ahadukum fin naumi falyakul a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa an yahdurun fa innaha lan tadurruhu qala fa kana Abdullah bin Amr yu'allimuha man balagha min waladihi wa man lam yablugh minhum katabaha fi shakkin thumma 'allaqaha fi 'unuqihi rawahu Tirmidzi. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
apabila salah seorang di antara kalian merasa ketakutan ketika hendak tidur, hendaklah ia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa inqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, dari siksanya, kejahatan hamba-hambanya, serta dari bisikan-bisikan setan dan kedatangan mereka. Maka bisikan setan itu tidak akan mendatangkan mudarat terhadapnya. Hadis riwayat Tirmizi. Keterangan Abdullah bin Amr mengajarkan doa itu kepada anaknya yang sudah balik, sedangkan bagi yang belum balik ia menuliskan pada selembar kertas kemudian mengalungkannya pada lehernya. Hadis riwayat Tirmizi. Inilah adalah hadis Hasan Gharib. Diulangi dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian merasa ketakutan ketika hendak tidur, hendaklah ia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa inqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Engkau berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, siksanya, kejahatan hamba-hambanya, serta dari bisikan-bisikan syaitan dan kedatangan mereka. Maka bisikan-bisikan syaitan itu tidak akan mendatangkan mudarat terhadapnya. Hadis riwayat Tirmizi. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'a ahadukumur ru'ya yuhibbuha fa innaha hiya min Allah falyahmadillah 'alaiha wal yuhaddits bima ra'a wa idza ra'a ghayra dhalika mimma yakruhuhu fa innaha hiya minasy syaitan falyasta'iz billahi min syarriha wa la yadhkuruha li ahadin fa innaha la tadurruhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian melihat mimpi yang ia sukai, sesungguhnya itu datang dari Allah, maka hendaklah ia memuji Allah dan menceritakan mimpi itu. Dan sebaliknya, apabila melihat mimpi yang tidak ia sukai, sesungguhnya itu dari syaitan, maka hendaklah ia berlindung kepada Allah dari keburukan mimpi itu dan jangan menceritakannya kepada orang lain, karena dengan demikian mimpi itu tidak dapat menyebabkan mudarat baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Diulangi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian melihat mimpi yang ia sukai, sesungguhnya itu datang dari Allah, maka hendaklah ia memuji Allah dan menceritakan mimpi tersebut kepada orang lain. Sebaliknya, apabila ia melihat mimpi yang tidak ia sukai, sesungguhnya itu datang dari syaitan, maka hendaklah ia berlindung kepada Allah dari keburukan mimpi itu dan jangan menceritakannya kepada orang lain, karena dengan demikian mimpi itu tidak akan dapat menyebabkan mudarat baginya. Hadis riwayat Tirmizi. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ar-ru'ya min Allah wal hulmu minasy syaitan fa idza ra'a ahadukum syai'an yakruhu falyanfis hina yastayqiz salasa marrat wa yata'awwadz min syarriha fa innaha la tadurruhu. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mimpi yang baik datang dari Allah, sedangkan mimpi yang buruk datang dari syaitan. Bila salah seorang di antara kalian melihat mimpi yang tidak ia sukai, hendaklah ia meniup seperti meludah tanpa menyemburkan ludah sebanyak 3 kali ketika ia bangun, dan hendaklah berlindung dari keburukan mimpi tersebut, karena dengan demikian mimpi itu tidak dapat menyebabkan mudarat baginya. Hadis riwayat Bukhari. Diulangi dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mimpi yang baik datang dari Allah, sedangkan mimpi yang buruk datang dari syaitan. Bila salah seorang di antara kalian melihat mimpi yang tidak ia sukai, hendaklah ia meniup seperti meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali ketika ia bangun, dan hendaklah berlindung dari keburukan mimpi itu, karena dengan demikian mimpi itu tidak dapat menyebabkan mudarat baginya. Hadis riwayat Bukhari.
An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza awa ahadukum ila firashihi ibtadaruhu malakun wa syaitanun yaqulu asyaitanu ikhtim bi syarrin wa yaqulu al malaku ikhtim bi khairin fa in dzakarallaha dhahaba asyaitanu wa ya'til malaku wa ya'lauhu wa idza istayqadha ibtadaruhu malakun wa syaitanun yaqulu asyaitanu iftah bi syarrin wa yaqulu al malaku iftah bi khairin fa in qala alhamdulillahilladzi radda ilayya nafsi ba'da mautiha wa lam yumitha fi manamiha alhamdulillahilladzi yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi idzni innallaha bin-nasi laraufur rahim alhamdulillahilladzi yuhyil mauta wa huwa 'ala kulli syai'in qadir fa in kharra min dabbatin mata syahidan wa in qama fa shalla fil fadail. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ketika salah seorang di antara kalian beranjak ke tempat tidur, malaikat dan syaitan akan datang bersamaan memperebutkannya. Syaitan akan berkata, akhirilah malammu dengan keburukan, sedangkan malaikat berkata, akhirilah dengan kebaikan. Jika ia menyebut nama Allah, maka syaitan pun akan pergi dan malaikat akan menemaninya dan melindunginya sepanjang malam. Kemudian ketika ia bangun, malaikat dan syaitan pun akan datang lagi berlomba memperebutkannya. Syaitan berkata, mulailah pagimu dengan keburukan, sedangkan malaikat berkata, mulailah dengan kebaikan. Jika ia mengucapkan doa alhamdulillahilladzi radda ilayya nafsi ba'da mautiha wa lam yumitha fi manamiha, segala puji bagi Allah yang mengembalikan jiwaku setelah mematikanku ketika aku tidur. Kemudian segala puji bagi Allah yang menahan benda-benda langit jatuh ke bumi kecuali dengan izinnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Kemudian segala puji bagi Allah yang menghidupkan orang-orang mati dan ia bermaha kuasa atas segala sesuatu. Jika ia terjatuh dari hewan tunggangan lalu mati, maka ia pun mati syahid. Jika ia bangun lalu mengerjakan solat, maka ia pun solat dengan mendapatkan karunia yang besar. Hadis riwayat Hakim. Keterangan, jika ia terjatuh dari hewan tunggangan lalu mati, yakni atau mati dengan sebab apapun. Diulangi dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika salah seorang di antara kalian beranjak ke tempat tidur, malaikat dan syaitan akan datang memperebutkannya. Syaitan berkata, akhirilah malammu dengan keburukan, sedangkan malaikat berkata, akhirilah dengan kebaikan. Jika ia menyebut nama Allah, maka syaitan pun akan pergi dan malaikat akan menemaninya, melindunginya sampai pagi hari sepanjang malam. Kemudian ketika ia bangun, malaikat dan syaitan pun akan datang lagi memperebutkannya. Syaitan berkata, mulailah pagimu dengan keburukan, sedangkan malaikat berkata, mulailah dengan kebaikan. Jika ia mengucapkan doa, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan jiwaku sudah mematikannya. Segala puji bagi Allah yang menahan benda-benda di langit jatuh ke bumi kecuali dengan izinnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang bagi seluruh manusia. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan orang-orang yang mati dan ia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika ia terjatuh dari hewan tunggangannya lalu mati, maka ia pun mati syahid. Jika ia bangun lalu mengerjakan solat, maka ia pun solat dengan mendapatkan karunia yang besar. Keterangan, jika ia terjatuh dari hewan tunggangan, maksudnya atau mati dengan sebab apapun yang lain. Alhamdulillah telah kita dengar beberapa hadis mengenai fadilah, keutamaan dari doa-doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. InsyaAllah pengen kita dengar apa kita amalkan dan kita sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina irhamhum kama rabbawna shighara wa jami'al muslimin wal muslimat.
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا افرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا. ربنا تقبل دعاء. اللهم الحمنا مراشد أمورنا وإذنا من شر نفوسنا. اللهم اهدنا واهد بنا واهدنا جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.